الكاتب في مصر القديمة كان من أهم الأشخاص في المجتمع، لأنه كان المسؤول عن القراءة والكتابة وتسجيل المعلومات في الدولة. في وقت كانت فيه الكتابة مهارة نادرة، كان الكاتب يحظى بمكانة عالية واحترام كبير. من هو الكاتب في مصر القديمة؟ الكاتب هو الشخص الذي تعلم الكتابة الهيروغليفية والهيراتيقية، وكان يعمل في تسجيل كل شيء مثل الضرائب، التجارة، المحاصيل الزراعية، القوانين والأوامر الملكية، الأحداث المهمة. أهمية الكاتب: كان يساعد الفرعون والحكومة في إدارة البلاد. يسجل كل ما يحدث في المعابد والقصور. يحفظ التاريخ والعلوم والنصوص الدينية. مكانة الكاتب: كان الكاتب يتمتع بمكانة اجتماعية عالية، لأنه لا يقوم بالأعمال الشاقة مثل الفلاحين أو العمال. يعمل في القصور والمعابد. يتعلم في مدارس خاصة تسمى بيت الحياة. أدوات الكاتب: كان الكاتب يستخدم البردي للكتابة، قلم من ألبوس، ألوان الحبر الأسود والأحمر، لوحة كتابة خشبية، تمثال مشهور للكاتب. من أشهر التماثيل الأثرية تمثال سيتد سكرايب، وهو تمثال لكاتب يجلس ممسكا بالبردية، ويظهر دقة الفنان المصري القديم في تصوير الكتبة. شرطة